دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون فاس كاميرا، وكيف ما شفتوا من العنوان غادي يكون نقدروا نقولوا واحد الفيديو اللي غادي يكون عباره على كادو مني لكم، ولا ممكن تقولوا نحتسبوا اجر عند الله. دعوا معايا شي دعوات زوينين انا والمحاربه طبعا اللي غادي تخدم معايا هذا الفيديو، لان هذا الفيديو هذا ما غاديش يكون غير مجهودي الخاص، ولكن واحد المحاربه معنا في الجروب شاركتني سميتها شيراز. من هنايا كنقول لها شكرا بزاف. دارت غادي تشوفوا انا كنهضر، غادي تشوفوا دي فوتو هنايا ديال المحاربات اللي معنا في الجروب ديال الوجبات ديالهم، وغادي تشوفوا حتى الوزن ديالهم، يعني كيفاش بداو وحاليا شحال راهم ومازالين مكملين. هادشي كله يعني هاد لي فوتو هادو اللي قدتهم لي وصوبتهم هي هاد المحاربه هذه. بغيت بعدا غير نقول لكم قبل ما نبداو الفيديو وتشوفوا الانجازات ديال المحاربات معنا في الجروب، ونقول لكم حتى نتوما الا بغيتوا تلتحقوا بينا تمشيو للانستغرام باش تلتحقوا بينا وناخذوا النوامر ديالكم. باللي احنا كاملين عارفين باللي الوزن واحد الحاجه اللي كنكتسبوها مع المده، قليل اللي كيكونوا الناس اللي عندهم وراثي، ولكن الاغلبيه كيكتسبوها مع المده. كاينه المراه اللي حتى كتحمل وكتولد وعاد كتكتسب داك الوزن بحال الحالات ديالي انا. كاين اللي مثلا كتكون غير خدامه وكتجي واحد الظرف انها تجلس في الدار وكتكتسب داك الوزن لانها كتقل الحركه، كيقل بزاف ديال الحوايج، ماشي بحال ملي كتكون المراه خدامه. مثلا كانت كتقرا وسالات القرايه وجلست في الدار وكذلك كتكتسب الوزن. المهم كاينين بزاف ديال ليكا اللي نقدروا نكتسبوا بهم الوزن. والوزن شنو؟ عباره على دهون اللي هي بطبيعه الحال كيف ديما كنقول قمامه كتجمع في الجسم. الدهون هي عباره على قمامه كتجمع في الجسم، لانها ما عندها حتى شي فائده، بالعكس عندها اضرار بزاف، كتقدر تؤدي لامراض عده اللي مزمنه بطبيعه الحال. وهذا جاي مناش ماكله بزاف والخمول عدم الحركه، كيتكون كيدخل الجسم بطبيعه الحال كيتكون الدهون وكتمشي كتجمع عندنا في عده مناطق في الجسم وخصوصا في الكرش، وهذا كيؤدي لحاجه اخرى من غير الصحه. واحد الجسم اللي كيكون بطبيعه الحال غير متناسق، الكرش خارجه والمراه هنايا ما كيعجبهاش راسها والنفسيه ديالها كتقل وحتى الثقه بالنفس ديالها كتقل. يعني دابا باش نعرفوا واحد الحاجه، حنايا باش نقصوا وزن راه حنا كان بحال الا نقولوا كنستهدفوا بزاف ديال الحوايج. كنستهدفوا اولا الصحه ديالك باش تكون مزيانه بطبيعه الحال، كنستهدفوا ثانيا النفسيه ديالك باش تكون حتى هي مزيانه، وكنستهدفوا الثقه ديال النفس ديالك باش تزيد تنمى اكثر والشخصيه ديالك تنمى اكثر. لان حنا عارفين هذه القضيه وسمعتها بزاف وعاودت من بزاف ديال المحاربات معنا، انه ملي كيكون لو بوا ديالها كبير بزاف الثقه في النفس ديالها كتقل. ولكن ملي كتكون لو بوا ديالها ناقص، وهذه عباره نيت على التجربه ديالهم شخصيه، لانه هادوك الناس اللي قالوا لي ديك الهضره هما غلط منين ضعفوا معنا في الجروب، عاودوا هادو المحاربات اللي قدام ماشي اللي كاينين حاليا، منين ضعفوا هما نيت عاودوا قالوا لي بلي الثقه في النفس كترجع اكثر، يعني ما كتبقاش بحال الاول، وحتى النفسيه ديالهم كترتاح وكيعجبهم الحال بطبيعه الحال، لانه هذا راه انجاز داروه بحال بزاف ديال الانجازات نقدروا نديروها في الحياه. فالفيديو ديال هذا النهار باش ما نزيدش نطول عليكم بزاف، هو فيديو بغيت البنات اللي معايا في يوتيوب بغيتهم يستافدوا منه. اي وحده عندها لو بوا كبير بزاف تقدر تلتحق بينا في انستغرام، باش انستغرام انا غادي نخليه لكم هنايا وراه كنخليه حتى في اخر الفيديو، باش تلتحقوا بالجروب. الجروب بطبيعه الحال اللي هو فابور، كاينه فيه ادمين اللي بطبيعه الحال كتكون فوق راسكم كل نهار، لانه انا عارفه باللي باش طيحي وزن خاصك تمشي عند اخصائي تغذيه باش يوقف لك فوق الراس، لانه ليسونسيال عندكم نتوما الهضره ديما كنسمعها وكنعاود انه ماشي حتى البروغرام اللي داير لكم مشكل، حيت انا عطيتكم عده بروغرامات فابور غذائيه ورياضيه. فابور راه كاينه في القناه ديالي، ولكن الاغلبيه فيكم كيبغي شي واحد اللي يكون فوق راسه، يعني اللي بقى يقول ليه شنو كليتي الفطور، شنو كليتي في الغداء، وشنو كليتي في العشاء، يعني يكون شي واحد ان سويفي. فهمتوا؟ باش ديروا ان سويفي عند واحد اخصائي تغذيه ولا عند كوتش بريفي ولا هذا، كيديروا اثمنه اللي هي شويه خياليه صراحه، اللي انا ما كنستوعبهاش. شوفوا انا عارفه هذيك خدمه، وتقدروا ان ممكن بنادم انه يدير ان سويفي مع واحد يدير ليه كوتش بريفي، ولكن كوميم يكون الثمن واحد الثمن اللي هو معقول. يعني دوك الاثمنه شويه طالعه، انا كتجيني بزاف، مع انه ما غاديش يدير واحد المجهود
كبير. هو راه كل واحد غادي يدير ليه ان بروغرام بيرسوناليزي فعلا، ولكن واخا هكا راه بزاف ديال الناس كيتشابهوا. يعني واحد غادي يجي يعطيك مثلا الطول ديالو ويكون تكون انثى تعطيك الطول ديالها والوزن ديالها وراه ممكن هذه مثلا تكون بحال سي و بي تكون بحال دي مثلا. يعني راه غيكون عندهم نفس البروغرام. علاش انا غادي نبقى ندير دوك الاثمنه الخياليه بحال هكاك وبزاف الناس ما كيقدروش يديروا فكيلاشيو وكيديروا بالنقص. انا هنايا انا والادمين بطبيعه الحال اللي هي شيرازي اللي عاونتني في هذا الجروب هذا، هي كتكون فريمون فوق راسكم كل نهار. عندنا دو جروب اللي فوق 80 كيلو وجروب اللي تحت 80 كيلو. وناتوندون اننا نديرو واحد الجروب ديال التثبيت، لانه ضروري من التثبيت في هذه المرحله ديال الريجيم. واخا حنا كنديرو ريجيم صحي ولكن ضروري من المرحله ديال التثبيت باش تقدري تثبتي الوزن ديالك. يعني كنرجعوا السعرات، كنعليو السعرات دقه دقه باش من بعد ملي كترجعي للاكل ديالك بطبيعه الحال خصو يبقى صحي. هذا لان مره نقدروا نخربقوا، نقدروا شتينا شي حاجه ناكلوها على برا، ولكن 80% كيكون صحي. فما ما كترديش الوزن ديالك اللي طيحتي في الفتره ديال الريجيم. واخا انا ما كنبغيش نقول عليها ريجيم وانما اسلوب حياه. فكيف قلت لكم كرييت انا لي جروب، بديت معاهم في الاول. بعض المرات ملي ما كنقدرش انني ندخل الادمين ديالي تبارك الله عليها كتكلف وكتعطيني كونط روندو ديما في اخر اسبوع، في اخر كل اسبوع. واذا كانت شي حاجه اللي هي ضروريه البنات في الجروب كيبغيو يسولوا عليها ولا شي حاجه، هي كتصيفطها ليا في الخاص وانا كنقدر انني نجاوب. زائد انه حتى هي ولات ملمه بزاف ديال الحوايج بما انها قديمه معايا ولا تعرف بزاف ديال المعلومات ولا تعرف بزاف ديال الحوايج. يعني كتقدر هي تجاوبكم هكا في الجروب الى كان شي تساؤل. فدابا غادي غتكونوا ديجا شفتوا شي صور اللي كانوا هنايا ديال الوجبات الصحيه ديال المحاربات اللي معنا في الجروب. ودابا غادي تشوفوا الميزان ديال البعض. راه حنا جبنا لكم غير البعض لانه مبغيناش نطولوا الفيديو بزاف باش تشوفوا الفيديو كامل باش تستافدوا اكثر. غادي تشوفوا الميزان ديال بعض ديال المحاربات باش بداو وكيفاش ولاو. كاين البعض كاع اللي راه بدا بان بوا كبير ولكن ما صوروش. يعني لقينا لو بوا ديالو من بعد مثلا نقدروا نقولوا واحد 3 سيمانات ولا 4 سيمانات ديال الريجيم عاد باش صور لو بوا ديالو. يعني راه بدا باكثر. وغادي تشوفوا لو بوا ديالهم الحالي. كاين كاع اللي قدروا يوصلوا لوبجيكتيف ديالو وغادي يدخل الجروب ديال التثبيت، وكاين اللي مازال ولكن راه غالي. يعني اش غادي نقول لكم، المحاربات تبارك الله عليهم يعني عندهم ان اوبجيكتيف وباغيين يوصلوا ليه وعارفين وواعيين بالخطوره ديال ديك الدهون اللي راه زايده في لوكور ديالهم وباغيين يحيدوها. يعني ماشي غير شكلا، هو شكلا حتى حنا راه كنبغيو هذه القضيه بطبيعه الحال خصوصا النساء. ولكن اول حاجه الصحه ديالك، باش تكون الصحه ديالك مزيانه، باش تفادي بزاف ديال الامراض، تفادي بزاف ديال الحوايج اللي هي خطيره. وهذا الشيء كله ذكرته في عده فيديوهات سابقه، ما نبغيش نعاود نذكره هنايا باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي تشوفوا لي غوبا ديالهم كيف قلت لكم، فطور غدا وعشاء، لانه دايرين صيام متقطع. وانا علاش الصيام المتقطع كيعجبني راني كذلك قلت في عده فيديوهات، دايره بزاف ديال الفيديو بخصوص الصيام المتقطع عندي في القناه ديالي، فيديوهات اللي كنوريكم كيفاش الصيام المتقطع غادي بالضبط، وفيديوهات اللي كنشرح فيهم شنو خاصك تاكل في الصيام المتقطع. ولكن هذا الشيء كله غادي تعرفوه ملي غادي تمشيو عندي الانستغرام، غادي تصيفطوا لي بطبيعه الحال ميساج بريفي وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله. وغير ما تقلقوش الا تعطلت شويه ماشي مشكل، ولكن غادي نجاوبكم ضروري ومؤكد. وغادي نحاول نعرف بعدا لو بوا ديالكم واش ما عندكم حتى شي امراض وبزاف ديال الحوايج باش عاد نقدروا ندخلوكم لو جروب اللي مهتمه بطبيعه الحال. وكيف قلنا لو جروب فابور، بغينا غير شي دعوات ديال الخير منكم وصافي. فالمهم ما نزيدش نطول عليكم في الفيديو بزاف. الصور راه كانت كتبين كلشي. لي غوبا راه كنتو كتشوفوهم، غادي تلاحظوا باللي لي غوبا ماشي شي حاجه اللي ديال الحرمان. يعني راكم ما محرومينش، كتاكلوا كلشي. عندنا وجبه ديال الغش كل اسبوع، ولكن الاكل صحي. هذا هو ليسونسيال. الاكل منين كيكون صحي راه النزول حتى هو كيكون صحي، وانتيا ما كتحسيش بانك محرومه. لانه الريجيم ماشي غير الخس والخيار والمطيشه، لا الريجيم تقدري تاكلي فيه كاع الماكله اللي تقدر تطيح لك على البال، ولكن تكون صحيه في اوقات معينه بطبيعه الحال وبكميات محدده. فكيف قلت لكم ما زيدش نطول عليكم اكثر في هذا الفيديو. انتظروني في فيديوهات اخرى، خليتكم على